في قلب الغابات الخلابة في الصين بيبدأ باندا صغير رحلته الغير متوقعة واللي كمان مليانة مفاجآت من أصحابه وأعدائه ولحظات فرح وأوقات خطر. هنشوف مع بعض الباندا هيقدر يعمل إيه. بيبدأ فيلمنا مع الباندا اللي بيكون اسمه بانج واللي بيفضل يجري في الغابة لغاية ما بتطارده تنينة صغنونة زيه اسمها جيلونج وبتقول له إنها هتجمده بأنفاسها الجليدية وبتفضل تنفخ فيه بس مش بيحصل حاجة وبيظهر إن التنينة محبطة وزعلانة قوي. بس بانج بيحاول يشجعها وبيقول لها إنها محتاجة وقت وبيقول لها كمان إنها تقدر تطير زي باباها وتعمل سحب ثلجية وأمطار زي كل التنانين. وبعدها بيرجعوا لأهاليهم في المدينة ولكن جيلونج من جواها لسه نفسها تطير زي باباها فبتقرر تربط نفسها بشجرة بامبو وبتهز الشجرة وبتاخد منها الدفعة وبتطير هي وبانج. بيفتكروا إنهم بيطيروا بجد بس الفرحة مش بتكمل وجيلونج بتبدأ تقع على الأرض ولكن باباها بياخد باله منها وبيطير ينقذهم على آخر لحظة وبيكرر لها نفس الكلام بانج وإن الطيران محتاج وقت وبيحذرها من التسرع وبيطير ويمشي. ولكن جيلونج بتكون زعلانة إن باباها بيعاملها زي الأطفال وبانج بيحاول يفهمها من خوفه عليها بيتعامل كده مش أكتر. وبعدها بيكملوا طريقهم لمكان فاضي في الغابة عشان يلعبوا لعبة الراجل الأعمى وجيلونج بتربط قماش على عيون بانج وبتروح تستخبى وبانج بيبدأ يدور عليها فبيظهر في الوقت ده تمساح وقرد شكلهم مخيف وفعلا بيخطفوا جيلونج وبيحبسوا بانج في الكهف تحت المنحدر عشان محدش يسمعه وبيقرروا ياخدوا جيلونج كهدية للملك بتاعهم في أفريقيا. وبنرجع لبانج واللي بيعافر عشان يطلع من المنحدر ولكن غير المتوقع بينجح في النهاية وبيروح المينا بيشوف هناك أي مركب رايح أفريقيا ويطلع معاه وبتتعرض رحلته لعواصف والبحر بيتقلب وبرق ورعد ولكن بانج بيقدر يتعامل مع كل العقبات اللي بتواجهه وبيوصل أفريقيا أخيرا وبيودع صاحب المركبة وهناك بيقابل قرد مخادع بياخده عند الملك بتاعه واللي بيقرر يستغله في فقرات رأس كأنه مهرج ويلم ثروته من وراه. ولما بيجي بالليل بيحبسوا بانج في أوضة وبيحطوا له زي كلبشات كده لكنه يقدر يفك القفل ده بمخالبه ويتحرر ويحرر القرد المخادع اللي بيوعده يثق فيه للمرة الأخيرة. وبتبدأ رحلة الباندا في صحراء أفريقيا القاسية على ظهر جمل. وعلى الجانب الآخر بنشوف في أفريقيا أسد كبير ومعاه ولي العهد الملك الأسد الصغير وبيكون عيد ميلاده وجايبين له التنينة كهدية. وبنرجع تاني لبانج ورحلته الصعبة بعد ما بيتعب هو والقرد بيلاقوا أخيرا نهر وأكل كتير فبينزلوا يشربوا وياكلوا. وقتها بيكونوا وصلوا بجيلونج للملك واللي مش بيعجب بها إطلاقا وبيوضح إن نفسه في هامستر فعمه الكبير بيقول له إن الهامستر مش هيفيدنا في تقوية مملكتنا لكن التنينة دي عندها قدرات عظيمة. وبيخرجوا من أوضة العرش وجيلونج بتكون مربوطة بالحبال وفي الوقت ده ملومي الأسد الكبير بيطلب من جيلونج تجمد الفرخة اللي قدامها وبيهددها كمان إنها تفقد حياتها لو ما نفذتش أوامره. لكن جيلونج بتكون عنيدة ومش بتوافق تعمل حاجة غصب عنها فمش بتلاقي حلول غير إنها تنفس الهواء الجليدي من بقها وتجمد شجرة ضخمة جدا. وفي نفس الوقت ده كل الموجودين بيندهشوا من اللي هم شايفينه. في اللحظة دي ملومي بيضحك بخبث كده وبيقول إنه خلاص جمع حل قوي عشان يقدر يتخلص من كل الضباع اللي بتهدد مملكته. في الوقت ده بنرجع لبنج والقرد جوجو وهم قاعدين وسط النهر بيريحوا وفي اللحظة دي بيخرج فرس النهر ليهم وبيكون محتاج مساعدة فبنج بيوافق يساعده وفرس النهر بيفتح بقه جامد وبنج بيدخل جواه عشان يطلع له الضفدعة اللي بتكون مسببة له مشاكل. وأول ما جوجو بيشوف منظر فرس النهر وهو يعتبر بالع بنج بيخاف جدا وبيجري بعيد. ووقتها بيسأل بنج الحيوانات كلها عن جوجو ومش بيلاقيه وبيفقد الأمل. وسط ما هو بيدور عليه بيقابل الزعيم اللي كان شغال عنده جوجو وبيخاف جدا ولما الزعيم بيعترض عليه وبيبدأ يطارده بنفسه هو وعصابته وبنج بيكتشف إنهم للأسف مسكوا جوجو من تاني. المهم أثناء المطاردة بنج بيقع على الأرض وهو بيحاول يجري بأسرع ما يمكن. وفي الوقت ده بنرجع لجيلونج اللي حالتها بقت صعبة قوي قاعدة محبوسة في قفص جوه كهف ومش لاقي حد ينقذها ولا يقدم لها مساعدة. وفجأة بيجي لها الملك الصغير إيدي بيحاول يتكلم معاها وبيفهمها إنه الحال من بعضه يعني هو كمان وحيد وما عندوش أصحاب. وطبعا جيلونج بقها بيكون مربوط فبتطلب من إيدي إنه يفك بقها وإيدي بينفذ طلبها وبيحكوا مع بعض وإيدي بيكون منبهر وحس إنها صاحبته خلاص على كده. في الوقت ده جيلونج للأسف مش بيكون قدامها غير إنها تستغل ثقته وتقول له إنه لو حررها تخرج تلعب معاه وتبقى صاحبته على طول. فإيدي بيحررها فعلا ولكن جيلونج بتستغل الفرصة دي وبتجري جري سريع موت وسط الحيوانات. وفي نفس الوقت ده بيكون مالومي بيشرح لباقي الأسود خطته في الهجوم على الضباع واستخدام أنفاس جيلونج في تجميدهم. وبيلمح جيلونج بتجري بسرعة جدا فبيروح مالومي وعصابته وراها ولكنها بتكون سريعة جدا وبتوصل لحافة التل وبتقف. وفي الوقت ده بتفتكر كلام باباها عن الطيران وبتحاول تطير كذا مرة لكنها للأسف مش بتقدر. التمساح والقرد في الوقت ده بييجوا ويمسكوها من تاني ومالومي بيوصل
معاهم وبيتنرفز على إيدي لأنه هو السبب في إنه يحررها. وفي نفس الوقت ده بيكون الزعيم ربط بانجو وجوجو بحبال وأخدهم في طريقه لبيته، وبيسمعوا صوت ضبع في المكان والزعيم بيترعب حرفيا. فالغزال صاحبه بيحاول يهديه وبيقول له إن مفيش غير واحد بس ومفيش حاجة نقلق منها، ولكن من شدة رعب الزعيم بيجري على بيته. فالغزال مش بيلاقي معنى لكفاحه وإنه يعرض نفسه للخطر عشان مين يعني. وقتها بيرمي بانجو وجوجو وبيجري على بيته. في الوقت ده بقى الضبع بيقرب لبانجو وجوجو ولكنه بيطلع كيوت جدا، وبتطلع أنثى كمان وبتفتح شنطتهم وبتلاقي فيها خريطة. فبتسألهم عن المكان اللي رايحين له وبنعرف إن اسمها نيالا، وبانجي بيعرفها بنفسه وبيقول لها إنه محتاج ينقذ صاحبته التنينة، وبيفهمها إنها عند مملكة الأسود. ونيالا لما تسمع اسم مملكة الأسود وشها بيتقلب لحزن وبتكون متضايقة جدا. فبانجي بيلاحظ ده وبيروح يسألها عن سبب حزنها، فبتقول له إنها عارفة المكان ده كويس وكانت عايشة بسلام مع عيلتها قبل ما يطردوا من الأسود. وبتحكي إنها للأسف أصبحت وحيدة ومش لاقية أي حد من عيلتها لأنهم ماتوا. بانجي بيطلب منها تيجي معاهم في رحلتهم وفي المقابل هو هيخليها تلاقي أهلها، فبتفرح جدا وبتوافق تروح معاهم. وبعدها بيكملوا طريقهم وبيتعبوا من المشي وبالليل بيريحوا ويناموا. وللأسف بنشوف تعابين بتتسحب وتلف نفسها على بانجو وجوجو لدرجة إنها بتخنقهم حرفيا، واللي بينقذهم نيالا لما بتقوم وتطلع فوق الشجرة وتبدأ تحرر أصحابها من التعابين. وتاني يوم الصبح بنشوف الملك إيدي وهو بيتسلل القفص بتاع جيلونج من غير ما التمساح ياخد باله. ولما بيروح لجيلونج بيقول لها إنه مش متضايق منها لأنها حاولت تهرب، بل إنه متفاهم موقفها كمان. فجيلونج بتحس إنه صعبانة عليها نفسها وبتوضح له إنها عندها صديق وكمان متوحشاه جدا. فإيدي برضه بيفجر لنا مفاجأة ويقول إنه كان عنده صديقة ضبعة وكان اسمها نيالا وحزين جدا لأنه ما بقاش يشوفها، وبيحكي لها إنه صداقتهم كانت سرية وما كانش حد من الأسود يعرف بيها. وفي يوم راح إيدي غابة الضباع واتأخر شوية عن بيته، فباباه ومامته نزلوا يدوروا عليه في الغابة، فهو استخبى منهم عشان محدش يعرف اللي فيها. واليوم اللي بعده إيدي بيلاقي باباه ومامته مقتولين ومرميين في النهر، وبيتصدم جدا وبيروح يسأل عمه مالومي اللي بيقول له إن شاف الضباع وهي بترميهم في النهر، وبالسبب ده اتمنع دخول الضباع في المملكة. وبيحزن جدا إيدي من بعد اليوم ده اللي بيفقد فيه أبوه وأمه وصديقته الوحيدة. والحوار بيطول بين إيدي وجيلونج لدرجة إنه بيفك رباط بقها تاني ويسمع نصايحها وبيشكرها. وفي الوقت ده بانجو وجوجو ونيالا بيكونوا قربوا يوصلوا للمملكة، وفي نفس الوقت ده الملك إيدي بيروح يكلم عمه مالومي ويطلب منه إنه يحرر جيلونج ويفك أسرها عشان ترجع لأصحابها وعيلتها. ولكن مالومي بيتعصب جدا وبيفهمه انه مش هيرجع التنين غير لما يستخدم انفاسها في تجميد كل الضباع، وبيفكروا ان هم دول اللي قتلوا باباه ومامته، وبيخوفوا من مستقبل المملكه لو الضباع دي فضلت عايشه. وبانج في الوقت ده بيوصل لجسر عشان يعدوا من النهر كلهم، ونيالا فجاه بيهجم عليها ضبع، ولكن بسرعه بتكتشف انه اخوها وبيروح يعرف اهلها واللي بيفرحوا جدا برجوعها، وبيعملوا حفل كبير في غابه الضباع لاستقبال بنتهم نيالا. وطبعا بانج وجوجو بيكونوا مبسوطين في الحفل وبيغنوا وبيرقصوا. أم نيالا بتحكي لهم إن العداوة اللي بينهم وبين الأسود دي أصلا بسبب شيء ما حصلش، وإن الأسود فاكرين إنهم هم اللي قتلوا الملك والملكة، لكن ده مش صح. وإن الأم كانت واقفة لما الملكة اتكعبلت في جذع شجرة ووقعت والملك نط وراها ينقذها، ومالومي كان مراقب المشهد كله وسابهم يقعوا في الشلال، وده عشان هو اللي ياخد الحكم وزي في الحقيقة، وقال إن الضباع هم السبب. فأول ما بانج بيسمع الكلام ده بيطلب من نيالا تفضل مع أهلها وهيخلص الحوار هو وجوجو بيخاف جدا وبيهرب. وفي الوقت ده بانج وجوجو بيكملوا طريقهم، لكن التمساح والقرد بياخدوا بالهم من جوجو، وجوجو بيخاف جدا وبيهرب، والتمساح والقرد بياخدوا بانج معاهم لمالومي. واول ما مالومي بيسالهم ايه ده، بانج بيتكلم ويقول له انه جاي ينقذ صاحبته، وجيلونج بتنده عليه فبيقرب منها وبيحضنها جامد. ومالومي بيقول له ان صاحبتك هتاخدها بعد ما تجمد غابه الضباع، فبانج بيقول لمالومي ما تاذيش الضباع لانهم اصحابه وهم طيبين، ولكن مالومي اصدر امره بيتنفذ وفكوا قفص جيلونج. وقتها مالومي بيهددها بشكل صريح انها لو ما جمدتش الضباع بانج هيتاذي، وبكده بيكون مسكها من الايد اللي بتوجعها وبيحطوا بانج في قفص. وفجاه مالومي بيزقر بصوته وبيجمع المملكه كلها وبيقول لهم انهم على وشك التخلص من الضباع بمساعده التنين، فايدي بيحذرهم يتراجعوا، ولكن محدش بيعمل له قيمه وبيكون شكله يضحك. وبعدها جوجو بيرجع ينقذ بانج من السلاسل المربوط بيها، وبنرجع تاني لمالومي اللي راح غابه الضباع وقال لهم يا تسيبوا الغابة دي يا تتجمدوا. فنيالا بتطلع تقول له مش هنروح في حتة، احنا ما قتلناش حد وانت عارف. والملك ايدي بيروح يحضن نيالا ويهدده معاها، وبتكون أول مرة يزقر وبيقول له لو هتخلص عليهم خلص عليا معاهم. ومالومي بيقول له انت اخترت، وبيجيب التنين وبيأمرها تجمدهم كلهم، لكنها بتعمل سحب رعدية فبيقول لها جمديهم، فبتقول له اعتقد ان حضرتك المحتاج تتجمد، وبتجمد مالومي وكله بيحتفل. وجوجو وبانج بيروح للكتلة التلجية لمالومي، وجوجو بيفضل
ينط عليها لغاية ما بتتكسر. وقتها مالومي بيقول لبنج: خنقتني معاك، امشي قدامي. فمالومي بيقول له: خد الضربة دي، وبيرمي عليه سهم، لكن جوجو بينط ويصد السهم وبيفضل عايش. وبعدها مالومي بياخد بنج ويخليه يعدي النهر، ومالومي بيعدي معاه ولكنه بيقع في النهر. فبنج بيمدله ايده وبيقول له: الوقت مش متأخر عشان تتغير. فالأسد بيشده للنهر هو كمان ويقول له: متأخر بالنسبة لي. وهما الاتنين بينزلوا من الشلال ومالومي بيموت، لكن بنج بتجيله جيلونج طايرة وترفعه. على آخر لحظة بتتجدد حياة بنج تاني بمعجزة. وفي الوقت ده إيدي ونيالا بيوضحوا قوانين التعايش السلمي الجديدة، وبنشوف أبو جيلونج رايح يسأل أبو وأم بنج عليها، لكنهم بيقولوا إنهم خذلوه وفقدوا حتى ابنهم. وبعد دقايق بنشوف جيلونج راجع لأهلها وهي طايرة ومعاها بنج وجوجو، وأهلها بيفرحوا جدا وأهل بنج كمان، وبيسألوهم إيه اللي حصل. فبيقولوا لهم دي قصة طويلة. وبكده بيكون خلص فيلمنا النهاردة.